السلام عليكم. تخيل معي، بعد 20 سنة من العمل والتعب ما زال البنك يقتطع من الراتب كل شهر. سؤال بسيط لكن خطير: هل قرض السكن في المغرب هو طريق للاستقرار أم عبودية مالية طويلة الأمد؟ اليوم آلاف المغاربة حائرون. الأسعار مرتفعة، الكراء نار، والبنوك تعرض قروضا مغرية. لكن هل هذا هو الوقت المناسب فعلا لأخذ قرض سكن في المغرب؟ في هذا الفيديو سأقول لك الحقيقة كما هي، بدون تجميل، بدون تخويف. خليك معي حتى النهاية، لأن آخر نقطة قد قدرت تغير قرارك بالكامل. المحور الأول: لماذا يفكر المغاربة في قرض السكن؟ خلينا نكون صراحاء. أغلب المغاربة يلجؤون لقرض السكن بسبب الكراء المرتفع. كل شهر فلوس كتمشي بلا رجعة، لا ملكية لا أمان. حلم الاستقرار، دارك تتسوي أمان نفسي، مستقبل الأولاد، الشعور بالانتماء. ضغط المجتمع، عندك خدمة وما شريتي دار، المقارنة مع الآخرين. عروض البنوك، نخلصوا لك حتى 100% من الثمن، قسط شهري مناسب. لكن هنا نطرح السؤال الحقيقي: هل كل من أخذ قرض سكن مرتاح؟ المحور الثاني: إيجابية قرض السكن في المغرب. نعم، لازم نكون منصفين، قرض السكن عنده إيجابيات. امتلاك منزل بدل الكراء، كل قسط تخلصه يساوي تقترب من الملكية، استقرار طويل المدى، لا خوف من الطرد، لا زيادة مفاجئة في الكراء، استثمار على المدى البعيد. العقار غالبا يحافظ على قيمته، ممكن يتباع أو يتكرى مستقبلا. تنظيم الحياة المالية، التزام شهري واضح يساعد البعض على الانضباط، لكن الإيجابيات وحدها لا تكفي لاتخاذ قرار مصيري. المحور الثالث: سلبيات ومخاطر قرض السكن. هنا ندخلك المنطقة الحساسة. التزام طويل جدا، 20 إلى 30 سنة، يعني جزء كبير من عمرك وأجرك. الفوائد: أحيانا تدفع ضعف ثمن المنزل. الكثير لا ينتبه لهذا الأمر. فقدان المرونة، صعب تغيير العمل، صعب السفر، أي أزمة تساوي ضغط كبير. المخاطر غير المتوقعة: مرض، فقدان العمل، طلاق، ارتفاع المصاريف. والسؤال الخطير: ماذا لو لم تستطع الدفع؟ مشاكل مع البنك، ضغط نفسي، فقدان المنزل أحيانا. المحور الرابع: متى يكون قرض السكن قرار ذكيا؟ قرض السكن ليس خطأ، دائما يكون مناسبا إذا لديك دخل قار مستقر. القسط لا يتجاوز 30 حتى 35 من دخلك. عندك احتياطي مالي للطوارئ. تفهم العقد جيدا، لا تشتري تحت ضغط العاطفة. أما إذا كان دخلك غير مستقر، القسط يخنقك، لا تملك أي احتياطي. توقف وفكر 1000 مرة. المحور الخامس: بدائل قرض السكن. ليس القرض هو الحل الوحيد. الكراء مع ادخار ذكي، شراء منزل أصغر، الشراكة العائلية، انتظار فرصة أفضل، تحسين الدخل أولا. أحيانا الصبر قرار مالي ذكي. خاتمة: قرض السكن ليس حلما ولا كابوسا، هو أداة إذا استعملت بذكاء تساوي استقرار، وإن أسيء استعمالها تساوي معاناة. لا تجعل الخوف أو ضغط المجتمع أو العاطفة تقرر مستقبلك بدلا عنك. خذ وقتك واحسب جيدا، استشر وفكر بعقلك لا بقلبك. دعوة إذا أعجبك الفيديو اضغط لايك، شاركه مع شخص يفكر في قرض السكن، اكتب رأيك. هل ترى أن قرض السكن مناسب حاليا في المغرب، ولماذا؟ لا تنسى الاشتراك في القناة، لأننا هنا نتكلم عن المال، الحياة، والقرارات المصيرة بصراحة. إلى فيديو جديد إن شاء الله. تبارك الله عليكم والسلام عليكم.